هو ممكن يكون في عالم تاني هو مصدر كتاب بيقرأه كتير مننا في كل مكان وفي أزمنة كمان مختلفة. كتاب منتشر بلغات كتيرة وبطبعات كمان مختلفة، وشرح كمان الكتاب ده شخصيات حقيقية عاشت بينا، ويعد الكتاب ده من أهم الكتب في مجال السحر عبر التاريخ. وهنتكلم في حلقة النهاردة عن كتاب شمس المعارف واللي أغلبكم سمع عنه، وهنعرف ازاي وصل لنا الكتاب ده أصلا ومين اللي كتبه، وهل فعلا الكتاب ده خطير ولا لأ. كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة بإذن الله، ويلا بينا نبدأ الحلقة. كتاب شمس المعارف منسوب لشخص صوفي جزائري اسمه شرف الدين أو شهاب الدين أحمد بن علي بن يوسف البوني الملكي، من مدينة بونا واللي بقى اسمها دلوقتي عنابة، وعاش في القرون الوسطى وبالتحديد في زمن الحروب الصليبية، وده بحسب الروايات التاريخية القليلة جدا عنه. وعلى الرغم انها وصفته بانه عالم مهم جدا في الزمن اللي هو عاش فيه، ومن المفترض ان هو عاش 102 سنة، وده امر نادر جدا ان هو يحصل في كل الازمنة. ورغم ان الصوفي ده كان عنده وصفات غريبة جدا وخبرات كتيرة في مجال السحر، الا انه زار البلاد المسلمة زي مثلا انه زار الاندلس ومصر، وراح كمان القدس مرتين، والحجاز كمان مرتين، وراح كمان العراق. لكن المصادر عنه قليلة جدا، ووصفته الناس اللي عاشت معاه في العصر بتاعه بان شخصيته انعزالية، وكان معروف بالتقشف الشديد، وتعرف عنه كمان بانه ما اتجوزش، وكمان ما كانش بيستقبل طلاب عشان يعلمهم، وده اللي خلى شخصيته غريبة جدا. السحرة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي بيشوفوا ان الراجل والكتاب بتاعه ده يعد من اهم شخصية وكتاب في مجال السحر عموما. لكن السؤال اللي حير كتير من الناس هو مضمون الكتاب نفسه. يعني منين مثلا جاب البوني الوصفات السحرية الغريبة ديت اللي ما ذكرهاش اي حد قبله في اي كتاب، وهي ما كانتش مثلا متفرقة عشان يجمعها، وما كانتش مثلا سرية عشان يعلنها وخلاص كده. والراجل ده كمان مذكور في كتابه شمس المعارف أنماط سحرية غريبة على العصر بتاعه وكمان العصور اللي عاشت بعده. ومن المفترض ان الكتاب ده يكون تم املاؤه على البوني من قبل كائنات تانية غريبة احنا ما بنشوفهاش، وده طبعا امر يعتبر منطقي. وبعض الرواه كمان قالوا ان البوني كان بيقدر يتكلم مع الحروف، والحروف كمان كانت بتكلمه، وبكده بيقدر يعرف اضرار ومنافع الحروف دي ايه. ورغم ان البوني حط اسانيد متصلة لوصفاته السحرية ديت، لكن بمجرد ما تشوفها هتثق فعلا انها مختلفة وموجودة بس للتضليل او للتمويه، انها ببساطة بتجمع الناس مختلفين من حيث الزمن والمكان وحتى العقيدة احيانا. والكتاب ده اتطبع للمرة الاولى وكان عدد صفحاته 577 صفحة في المكتبة الشعبية في بيروت عام 1895، وبينصح المختصين دايما انك اوعى تقرأ الكتاب ده او تتلفظ بكلماته، لكن ممكن بس تشوف كلماته بعينيك وكمان تقرأها في قلبك. لكن بمجرد ما تتلفظ بأي حاجة من اللي موجودة جوه الكتاب ممكن بكده تستحضر جن أو أي كائن من الكائنات اللي ما بنقدرش نشوفها، وممكن تكون خطيرة على الإنسان. وبالرغم إن الكتاب ده فيه نوايا إيجابية لأعمال السحر، لكن طبعا الأساليب اللي مستخدمة فيها انحراف ديني. وفي نسخ كمان من المفترض انها بتطابق المخطوط السحرية الاصلية، وفيها اعمال سحرية هدفها تدمير المقدسات الاسلامية لارضاء كائنات اخرى شريرة. قبل 6 سنين الجزائريين عملوا ملتقى دولي ناقشوا في احد ايامه شخصية البوني، واتكلم باحث في التصوف وهو شخص اسمه سعيد جاب الخير عن البوني، وقال ان البوني ذكر في كتاباته حكاية عثوره على شوية برديات فيها اعمال سحر تحت اهرامات في مخبأ، يعني تحت الاهرامات ديت واللي معروفة باهرامات اخميم. وبيقول انه لقى في المخبأ ده برديات قديمة بتتضمن اعمال السحر، وده امر يصعب تصديقه او تكذيبه، لان اللغة اللي اتكتبت بيها البرديات ديت اما هيروغليفية او قبطية، وخصوصا ان البوني اتنبأ في حياته بسقوط الدولة الفاطمية وسقوط كمان الدولة العباسية واحداث تانية حصلت فعلا وكان صادق فيها. فيا ترى هل البوني كان ساحر قدر ان هو يجمع وصفاته السحرية ديت من اماكن مختلفة وكمان من ثقافات مختلفة، ولا ساحر قدر عن طريق الكائنات التانية ان هو يكتب كتاب فيه اشد الوصفات السحرية تعظيما للكائنات دي؟ محدش يعرف الحقيقة فين. ملحوظة بقى مهمة جدا جدا، وان في ناس كتير منكم عايزين يقرأوا الكتاب ده، وفي الحقيقة الكتاب موجود وتقدر تحمله بسهولة وتقرأه كمان. لكن قبل ما تعمل كده عايز اقولك ان حياتك هتتدمر حرفيا لو قربت بس من الكتاب ده. وعشان تصدقني استنى فيديوهاتي الجاية واللي احكي فيها عن قصص ناس استخدمت الكتاب ده واتدمرت حياتهم حرفيا، سواء كانت نيتك استخدام الكتاب ده للخير ولا للشر.
وبكده يبقى انتهى الفيديو بتاعنا النهارده، وانتظروا كمان الفيديوهات الجايه. ولو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناه وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك حلقاتنا اول باول.